ايه اللي انت عاملاه في وشك ده؟ اصل كنت قاعده زهقانه قلت اتسلى. تتسلي تقومي تلخبطي وشك بالشكل ده؟ عينه يا بيه. تعالي. يا بيه هشيله انا يا بيه. انا هشيل. هشيله بعدين انا يا بيه. شفتي؟ كده احلى مليون مره اللي كنت عاملاه. يا لهوي يا لهوي يا بيه. يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي. نعمت تعالي. انا عايزك ما تتضايقيش من اللي حصل. اللي حصل ده كان غصب عني. نعمت، تعرفي ايه السبب الحقيقي لفسخ خطوبتي؟ لا يا بيه. انت يا نعمت. انا يا بيه. ايوه هي دي الحقيقه. فاكره مره قلتي لي الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح؟ فاكره يا بيه. فاكره يوميها انا قلت لك ايه؟ فاكره. انا ما انساش حاجه تقولها ابدا يا بيه. قلت لي انك تقف قدام الريح يا تهزمه يا يهدك. النهارده هفتح باب هيدخل منه اعنف ريح ممكن يواجهها انسان في حياته. ربنا ينصرك يا بيه. نعمت، انا قررت اتجوز. ما بترديش ليه؟ حضرتك قلت ايه يا بيه؟ انا عارف انها مفاجأة ليكي، بس ده الحل السليم، وعارف ان الظروف والمجتمع والناس هيرفضوا المبدأ ده، لكن انا ما اقدرش اعمل غير كده لاني محتاج لك. يا بيه انا جنبك، اذا كان عليا افضل طول العمر جنبك. لا يا نعمت، لازم علاقتي بيكي تاخد شكل غير ده. مش ممكن افضل البيه اللي بيعطف. انا عايز الانسان اللي بيحب. حبيتك العافيه يا بيه. نعمت، انا بحبك ومش هقدر اخدع نفسي. يا بيه بس مفيش حد هيوافقك على كده، حتى الحيطان هتنطق وتقول لك لا. كل ده ما يهمنيش، انا يهمني انت. انت الانسانه الوحيده اللي قدرت تساعدني بكل تصرفاتها. ايوه يا بيه بس حضرتك بتبص لي البصه دي، غيرك مش هيبص لي كده. هيقولوا شوف البت اللي ضحكت على الباب ولفت عليه واتجوزته وهي حته ما خدامه. تقوليش خدامه يا نعمت. هي دي الحقيقه يا بيه. شفت حتى حضرتك اهو زعلت منها. لا يا بيه، لا ده انا لو هوافقك يعني هحكم عليك بالشقه. الشقه اني ما اتجوزكيش يا نعمت. يا بيه ارحم نفسك، النبي ترحم نفسك، ده انت هتكرهني كده. انا ما اقدرش ابدا، الحكايه دي صعبه عليا ولا خالص. صعب ولا حاجه يا نعمت. احنا في الاول هنتحمل شويه صدمات، لكن بعد كده الامر الواقع هيفرض نفسه. نعمت، اذا صحيح بتعزيني ما تتردديش. احنا الاتنين مع بعض قوه. يا بيه انا ضعيفه. ده انت بضعفك ده اقوى شخصيه عرفتها في حياتي.